سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله وبياكم. صلينا على رسول الله، اللهم صل وسلم على حبيب رسول الله. في كتاب لا اسمه علي شريعتي، كتاب اسمه النباهة والاستعمار، يتكلم على كيف يتم استعمار الشعوب وإشغالها بقضايا تافهة وأشياء وترهات، يعني إشغالها بهذه الأشياء عن الأشياء المهمة والأهم. وأهم ما في الوجود في الحياة هذا هو عقيدة الإنسان ودينه. صلى على رسول الله. نشرنا مقطع ومقاطع من قبل عن واحد اسمه يقال عنه انه معارض سعودي اسمه علي هاشم وما ادري ايش، هرب عند الحوثيين في صنعاء. فالرجل يتكلم تارة في عائشة رضي الله عنها وارضاها، وتارة في ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وارضاهم، ويستهزئ بهم ويضحك عليهم. وظهر في مقاطع اخرى يسب الصحابة ويسب خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سيف الله المسلول، ويتهم ابو موسى الاشعري بالنفاق والكفر، بل ويكفر تكفير صريح. اسمع هذا الفيديو نرجع لك وخليك معي. انا رجعت اتكلم عن موضوع عمر العزكي. طيب شوف، انا هنا على هذا المنبر لعنة الله على خالد بن الوليد ولعنة الله على من انتهج نهجه. زين، خالد بن الوليد هذا الارهابي القاتل اكل لحوم البشر، زين، الزاني المغتصب، زين، الكافر وليس بمسلم. زين، انا اقول عنه هذا الكلام ده كله واكفر كل من يواليه، بل اني اشرك كل قرانيه. صحيح، شفت كيف هذا الصعلوك الشوارعي هذا يتكلم على صحابة رسول الله، وانشغلتوا بيش بموضوع عمار العزكي، الفنان عمار العزكي، انه سجل مقطع وفي بنات بيتغنوا ويجينا ويرقصين جنبه، لا هن يمنيات ولا التصوير في اليمن ولا شيء ولا اجبر حدا يشاهده. كل انسان الله يحاسبه اكبر، يرقص يغني يغتنج، خارج عن الالف وخارج عن الاعراف والاسراف القبليه وما ادري ايش. ما هو اعظم واشد وانكره طعن الرجل هذا في صحابه رسول الله وامهات المؤمنين، وسبه خالد بن الوليد، واتهامه بالزنا واتهامه بالفاحشه واتهامه باشياء لا يمكن تطلقها على واحد ابن شارع. هذا الامر والاعظم والاسوأ، ان نخر عقيده الواحد. اما هذا اخي فنان رقص له وثلاث اربع بنات، سجل اغنيه لا ضرك ولا حيضرك ولا تنفعه ولا حيخربك انت كبر يا اخي، لا تشاهده ولا تخلي اسرتك تشاهده، وصلت على رسول الله كل انسان نبي على جنبه. وكيف وصلتكم هذا المقاطع كلها حق الرقص حق هذا الفنان عمار العزكي الا لانكم شاهدتموها؟ مثل هذا الاشياء ما تعلق شيء عليها. اميتوا الباطل بالسكوت عنه، هذا انشوفوا باطل خلاص صرت على رسول الله، انسى الموضوع. دور ذي بيسبوا صحابه رسول الله، دور الرجال ذي جالس يقيس نبض اليمنيين، هل يعني بتناصروا صحابه رسول الله؟ هل بتدافعوا عليهم؟ هل بتستنكروا هذا الشيء؟ نطموا وسكتوا وعملوا فيك في جزمه. ماشي، اقسم بالذي لا اله الا هو لا ترون ابشع وادهى وامر، ولا ترون اللطميات في باب اليمن، ولا ترون الحسينيات في كل شارع بصنعاء، ولا ترون الطعن في ابا بكر وعمر واتهام عائشه بالزنا على منابر اليمن. اقعوا رجال وخليكم من هذه الاشياء التافهه، دوروا موضوع دينكم، هذا معاصي. لكن الصحابه عندنا كاهل السنه سبهم والطعن فيهم كفر، هذا عندنا احنا اهل السنه وهذا عقيدتنا. شوفوا ايش بيحصل في العراق من فتن وبلايا ومصايب، شوفوا يعني في غيرها يعني من الدول بسبب الطائفيه النتنه. تكلموا على هذا الرجال، هو واجب عليك أن تدافع على صحابة رسول الله، واجب عليك أن تدافع على أمهات المؤمنين. اليوم يتكلم بهذا الشيء، بكرة يطلع يطعن عن عائشة أمام الملأ، وإذا تكلمت كسر ظهرك لأنك ما نطقت ولا بكلمة من أول. واجب عليك أن تدافع على صحابة رسول الله، لولاهم بعد الله سبحانه وتعالى ما أسلمت ولا شهدت الشهادتين ولا صلت إلى القبلة ولا عرفت أحكام الإسلام ولا شيء. هؤلاء الصحابة دي جالس يسبون هذا الفاسق الملعون والدنا هذا علي هاشم، ولعنة الله عليه وعلى والديه وعلى من سكت عنه وعلى من رضيه وعلى من دافع عنه وعلى من استضافه وعلى من رضيه. يا رجال لو يتكلم على الصمد ولا حاجة بأسحبه في البلاط. وش معناتها أنكم مغمضين لا نرى لا نسمع لا نتكلم لا نسب صحابة رسول الله؟ لكن لو يتكلم على أطرف مشرف بتقوم القيامة. واحد من السعوديين قال عنهم عارض اسمها الأسمري، سافر اليمن وبعدين استقبلوا بقى يستخدموا ضد السعوديه والى اخره. الرجال طلع تكلم على قبر الصمد ان هذه الشركيات ما يجوز التبرك بالقبر الى اخره، فاودعوه بالسجن 8 اشهر بصنعاء، وبعدها رحلوا لا نعلم الان اين هو. لكن الرجال هذا يتكلم في ابا بكر وعمر ويتكلم في عائشه ويتكلم في الصحابه ولا نقص منكم ولا كلمه. يعني صالح الصماد اهم من ابو بكر وعمر وعائشه رضي الله عنهم وارضاهم. هذا حبيت اوصله. فخلوا عمار العزكي في روحه ودوروا صحابه رسول الله دي جالسين ينخروا في اعراضهم.
في أعراضهم. الدفاع عن أبو بكر وعمر أهم من الدفاع عن أبوك وعن أخوتك. الدفاع عن أم المؤمنين عائشة أهم من الدفاع على أمك. الدفاع على حفصة رضي الله عنها وعن أبيها أعظم من الدفاع عن زوجتك وعن أهل بيتك. هؤلاء صحابة رسول الله، لولاهم بعد الله سبحانه وتعالى نحن اليمين عدنا لحد الآن يهود. هذا حبيت أوصله. لا تنشغل بأشياء هذا التافهة. مانك غني يا أخي واخبر بنفسه. لست عليهم بوكيل. دور هذا صحابة رسول الله، ذي الدفاع عنهم من الصميم عقيدتك. جالس دور لي فلان غنى فلان رقص، تهز لا ما تشبع، مش شغلك ولا شغلنا. الرجال من نفسه غنى وجاب له بناتين رقصن جنبه، صلت على رسول الله. صون نفسك واهلك والنبي ذكر. اما تعمل لي من حبه قبه ويجب الدفاع والله المستعان عليك وعينكم دور والذي بي ينخر في صميم العقيده. جالس دور لي واحد هزت خصرها، واحد هز جنوبه ولا اكتافه، يهز ولا عمر امها لا هزت. هذا ليس من شأني وليس من شأنك. ما هو من شأني وشأنك هو الدفاع عن صحابة رسول الله وعن الدين الإسلامي. اليوم يتكلم على صحابة رسول الله، بكرة بيتم عايشة بإذن يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدها ينخرف القرآن الكريم، بعدها بيقولنا عن أبي طالب هو قسيم الجنة والنار وندي حاسب ودخلك في العقيدة، ومنك بعدها يا حسين في شميلة وباب اليمن وفي تعز في صنعاء.